يا هلا، عايز اقول كلمتين كده اتمنى لو حد يستفاد بيهم يعني ان شاء الله باذن الله. في الفيديو ده انا هجاوبك على 7 اسئله مهمين جدا عن تجربتي الشخصيه في باب السعي. اتمنى ان شاء الله ان ال7 اسئله دول اقدر افيدك وتلمس معاك في اي حاجه وربنا يوفقك ان شاء الله. ليه في ناس بتنجح في مجالات وانت لا؟ مش معنى ان حد نجح في مجال معين ان انت كمان هتنجح فيه، والعكس برضه مش معنى ان حد فشل في مجال معين ان انت كمان هتفشل بيه. كل واحد فينا ليه طريقه وليه سكته، احنا بنسعى وبنجتهد وبنعمل اللي علينا والباقي بتاع ربنا. انت ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون رزقك جنبك لكن انت مش شايفه، بس محتاج منك انك تسعى وتتحرك عشان تشوف رزقك. ازاي تعرف المجال اللي انت فيه هو فيه رزق؟ محدش يعرف. انت بتجرب، بتسعى، بتورط نفسك في حاجات كتيره وبتحاول تشوف هل ده في باب رزق او لا. السنه اللي فاتت زي دلوقتي انا ما كنتش تعرف ولا تخيل انا هكون موجود دلوقتي في الصين وشغال مترجم وشغال في المبيعات باللغه الصينيه. عمري ما كنت اتخيلها لولا ان انا جربت وجيت. وعايز اقول لك على حاجه، انا السنه الجايه زي النهارده انا ما اعرفش انا هكون فين. هل هكون شغال في نفس الشركه؟ هل هكون شغال بنفس الراتب؟ هل هكون شغال في نفس المدينه؟ ما اعرفش. انا اتحطيت في مكان وعمال اتعلم واطور من مهاراتي وان شاء الله خير باذن الله. هل لو سبت المجال اللي انت تعبت فيه تبقى فاشل؟ لا، التجربه مش فشل، انت بتتعلم من الفشل اكتر من النجاح. يعني تخيل معايا انت عمال تلعب لعبه كل شويه بتعدي المستوى اللي بعده بسهوله، كل شويه تعدي مستوى بسهوله. انت اتعلمت ايه؟ ما اتعلمتش حاجه. المشاكل اللي بتقابلك هي اللي بتعلمك. اقل حاجه انك بتعرف ان ده مش طريقك، ان ده مش المكان اللي انت لازم تكمل فيه. الفشل اللي انت تقعد في مكان مش مكانك عشان خايف تروح مكان تاني خايف منه، انت خايف تضيع وقت في حاجه جديده وما تنجحش. التجربه مش وقت ضايع ومش فشل، انت كده كده عايش، والوقت ده انت لو ما ضيعتوش في المحاوله هتضيعه في حاجه تانيه. بس انت ما تتعلم حاجه ووصلت لمرحله معينه وما حققتش فيها حاجه هتبدا تجرب حاجه تانيه وحاجه ثالثه وحاجه رابعه. انت كده كده انت مالك قاعد. اسال نفسك سؤال مهم جدا، اخر كام سنه انت عملت ايه؟ ايه المهارات او ايه الحاجات الجديده اللي انت حاولت تتعلمها؟ مش مهم النتيجه، انت حاولت، النتيجه جت خير وبركه، ما جاتش خلاص. بس انت هتقعد كده اخر النهار والله الحمد لله انا حاولت اتعلم المهاره الفلانيه وبعد فتره معينه ربنا ما كتبليش فيها رزق فحاولت اتعلم مهاره ثانيه في الثالثه في الرابعه، هتلاقي باب رزق فتح لك من حيث لا تلقي لها بالا. بس حاول وجرب، ما تعرفش رزقك هيكون فين. ليه مش بدات بالصيني من الاول ووفرت كل الوقت والمجهود ده؟ كان في حاجات كتيره كنت عايز اعملها، لو انا دخلت على اللغه الصينيه على طول كنت هندم على كل فرصه ضيعتها وكل تجربه ما عملتهاش. لكن لما اخدت التجارب دي كلها وفشلت فيها بالترتيب لحد ما جيت كده للغه الصينيه، ساعتها انا خلاص التجارب دي بقت بالماضي. ايه الحل لو انت واقف في نص الطريق؟ الحل اللي انت لازم تكمل. يمكن المرحله الجايه او الخطوه الجايه هي انجح مراحل حياتك وهي اللي انت تنجح وتحقق فيه حاجه. محدش عارف هو فين. طب هل معنى كده ان انت لازم تجرب في كل حاجه؟ لا، اقعد مع نفسك كده، شوف ظروفك، شوف وضعك، قيم وضعك كويس، قول انا ايه الحاجه اللي انا لو بذلت فيها مجهود وما حققتش نتيجه انا هكون راضي عن نفسي. هتقعد كده مع نفسك وتكتشف اللي انت بتحب حاجه واثنين وثلاثه واربعه. اقعد بقى الحاجتين ثلاثه دول قول خلاص انا هتعلم المهاره الفلانيه واقعد اجرب. انا نفسي اصنع، بحب صناعه المحتوى وصناعه الفيديوهات، جرب. انا بحب اتعلم لغه، جرب. انا بحب البرمجه، جرب. انا بحب التصميم، جرب. هتجرب لحد امتى؟ لحد ما ترضوا معاك. ايه الدرس الاهم في الرحله دي؟ مش انت اللي بترزق نفسك، انت بتسعى والرزق بتاع ربنا. يعني مش معنى ان انت بتحب مجال معين لا انت لازم يا رب انا عايز الرزق من هنا، انا لازم انا بحب السري ده وعايز الرزق يبقى فيه، انا بحب البرمجه ونفسي اجيب فلوس بالبرمجه. يا حبيبي انت هترزق نفسك وقت ما انت عايز وفي المجال اللي انت عايزه. سيب ربنا هو ايه يدبر الامر. في النهايه انا بشكر اللي شاف الفيديو ده لحد الاخر واتمنى الفيديو ده يفيدك وربنا يكرمك ويرزقك من حيث لا تدري ولا تحتسب. شكرا للمشاهده والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.